حماية ممتلكاتهم وإماد الأمن القضائي المحفز للتنمية والاستثمار. وفيما يخص القضاء الدستوري فإننا سنتولى قريبا إن شاء الله تنصيب المحكمة الدستورية بصلاحياتها الواسعة، داعين مجلسي البرلمان للتحلي بروح المسؤولية الوطنية ومراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة في اختيار الأعضاء الذين يخول لهم الدستور صلاحية انتخابهم. كما ينبغي استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة وفق المقتضيات الجديدة، داعين الحكومة والبرلمان إلى الاستفادة أكثر من الاستشارات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات. وكما تعلمون فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة، وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة. وعلى بعد أقل من سنة على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين: ماذا أعددتم من نخب وبرامج للنهوض بتدبير الشأن العام؟ إن التحدي الكبير الذي يواجه المغرب اليوم لا يتعلق فقط بتوزيع السلطات بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلطات وجعلها في خدمة المواطن. ومن هنا فإن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي بين البرامج والنخب، وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسية. إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز، والرابح الكبير هو المغرب، لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين فإنهم يساهمون بمشاركتهم في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة. كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة ويقدموا البدائل الواقعية التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام. أما الخاسر الأكبر فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا أو إرثا خالدا إلى الأبد، فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولوا بأنها مزورة، وإذا فازوا يسكتون مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام. صحيح أن الانتخابات كما هو الحال في جميع الدول تعرف بعض التجاوزات التي يلجأ البت فيها للقضاء وللمجلس الدستوري الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة. لذا ندعو الجميع للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات والتحلي بروح الوطنية الصادقة في احترام إرادة الناخبين. ولا يخفى عليكم ما يقتضيه منكم واجب الدفاع الدائم عن الوحدة الترابية للبلاد، وإننا نشيد بما تبذلونه من جهود صادقة في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية. فإذا كان من واجبي كملك للبلاد أن أنبه إلى الاختلالات وأعمل على تصحيحها، فإن من واجبي أيضا أن أعطي لكل واحد حقه. فمنذ خطابي أمامكم في السنة الماضية قام البرلمانيون بمجهودات كبيرة، وخاصة في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري. وإننا ندعوكم لمواصلة التعبئة واليقظة للتصدي لخصوم المغرب. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا الأساسي في تحقيق كل المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وسلاحنا لرفع تحديات التنمية والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال. لذا ما فتئنا نعطي بالغ الأهمية لتكوين وتأهيل مواطن معتز بهويته ومنفتح على القيم الكونية، ولا سيما من خلال مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين. وفي هذا الإطار ندعو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية التي سبق أن حددناها في خطاب 20 غشت للسنة الماضية. ونخص بالذكر هنا إيجاد حل لإشكالية لغة التدريس وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل، إعطاء كامل العناية للتكوين المهني ولإتقان اللغات الأجنبية لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني والانخراط في المهن الجديدة للمغرب. وإننا نتطلع لأن يتوج عمل المجلس في تقييم ميثاق التربية والتكوين والحوار الوطني الواسع واللقاءات الجهوية ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها. وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار. وفي الختام، لا يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر الذي يصادف تاريخ إعلاننا سنة 2003 عن مدونة الأسرة أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية للمرأة المغربية أينما كانت في مختلف المواقع ومن جميع الفئات داخل المغرب وخارجه لمساهمتها الفعالة في تنمية الوطن. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إنكم أمام سنة تشريعية فاصلة، سواء تعلق الأمر باستكمال إقامة المؤسسات أو بتفعيل الجهوية المتقدمة أو بإصلاح منظومة التربية والتكوين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه الاستحقاقات وخير قدوة قولا وفعلا للمواطن المعتز بالانتماء لوطنه، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا سيداتي سادتي الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية التاسعة. نودعكم على أمل اللقاء بكم بعد قليل.